جربي كده تحطي البتنجان على الخلطة دي وانتي هتدوقي احلى بتنجان مخلل ممكن تدوقيه في حياتك. يتعمل كده في سندوتشات لوحده من غير اي حاجة جنبه. جربوا التكات دي وهتفرق معاكم جدا جدا جدا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. انا بجيب البتنجان العروس اللي هو بالشكل ده، بغسله كويس جدا، بشيل العروق بتاعته الخضراء، وبعدين ببتدي ان انا اعمل فيه فتحات او شقوق بالشكل ده. وانا الصراحه بحب اعمل بتنجان المخلل مقلي، ما بحبش اسلقه. لو انت هتسلقيه او عايزه تسلقيه مش عايزه تقليه ما تشقيش، اسلقي من غير شق. تمام. بعد كده بقليه في الزيت عادي زي ما حضراتكم كلكم عارفين لحد كده وتمام. اثناء بقى ما هو بيتقلي هنحضر الخلطه بتاعته. معايا توم وفلفل اخضر، ولو عندكم احمر يبقى في منتهى الجمال. انا ما كانش عندي احمر بس اتصرفت. حطيت ملح بعد ما ضربتهم في الكبه، حطيت شطه، حطيت بابريكا، حط كزبره ناشفه، واحط كمون، واحط كمان معلقه صغيره من النعناع الجاف. وجربي مش هتخسري حاجه، جربي، انا بس عايزاكي تجربي. وبما اني ما كانش عندي فلفل احمر فجبت كده هريسه الفلفل اللي انا مخزناها في الفريزر وخدت منها معلقه كبيره. بتقضي الغرض نفس الغرض اللي بيقضيه الفلفل الاحمر عادي جدا. بعد كده حطيت شويه خل وعصير ليمون بقى براحتكم، ليمونتين 3 حسب كميه البتنجان بتاعتكم. هقلب بقى الخلطه الحلوه الجباره دي وهركنها على جنب ونشوف هنحضر ايه بعد كده. شايفين ريحتها بقى؟ مش عايزه اقول لكم جمالها، لازم تجربوها بالطريقه دي. جبت طبق تاني غويط، حطيت فيه كوبايه ونص ميه عاديه من الحنفيه خالص، ميه عاديه جدا، وشويه خل وبرده عصير ليمون. وهاخد معلقه من الخلطه اللي انا لسه مجهزاها دي وادوبها فيها بالشكل ده. تمام. اصبح عندي خلطه سايله وخلطه متماسكه شويه. تمام. هاخد بقى البتنجان بعد ما اتقلب بالشكل ده، هاخده دايركت كده على طول من الزيت وبصفيه كويس جدا جدا جدا. طبعا استوى ودايب في منتهى الجمال. هقوم مسقطاه على الخلطه السايله دي على طول من الزيت على الخلطه السايله دي. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان البتنجان هيشرب من الخلطه السايله الحلوه دي، ولحمه هيشرب منها كويس جدا. فانا بعمل ايه؟ بقلب البتنجان في الخلطه دي وبفتحه، بحاول كده اخد كل بتنجانيه افتحها واسقطها كده واشربها من الميه. التركه دي بتخلي البتنجان طعمه يفرق 360 درجه عن ما نكون احنا حاطين الخلطه الناشفه دي على طول دايركت عليه. جربوها وهتدعولي، انا متاكده انكم هتدعولي. بسيبه فيها حوالي ربع ساعه كده ولا حاجه يشرب منها كويس جدا، وبعدين ببتدي ان انا اخده وبحشيه بقى بالحشوه اللي انا محضراها معاكم بالشكل ده. عايزه اقول لكم يعني الطريقه دي فعلا بتخلي الواحد ياكل البتنجان ده لوحده ويغمسه كده في عيش من غير ما يكون جنبه اي حاجه خالص يعني مش شرط يكون جنبه اكل. يعني ولادي بيعشقوا سندوتشات البتنجان المخلل دي، والله العظيم من كتر جماله وحلاوته بجد بجد يا جماعه بيكون رهيب، طعمه رهيب. خلصته وده بقى شكله يا جماعه. بنحطه كده في سندوتشات لو جعانين بقى في اي وقت وناكل كده حاجه كده في منتهى الجمال وتفتح النفس لوحدها. جربوه بطريقتي وانا متاكده انكم هتدمنوه وهتعشقوه بالطريقه دي ومش هتبطلوا تعملوا. شايفين بقى شكل السندوتش والجوس اللي طالع؟